اللي عاش في جمال النبي يصلى عليه. حلم حياتي ان قناتي تكبر وتتشاف. اتمنى من حضرتك ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك وتعليق كده حلو مني، خدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه، ان شاء الله تستفيدي معايا. معاكم دودو من المنصوره ودي قناتي. النهارده هعمل معاكي صينيه سجق كده تخلي الواحد قلبه يدق من جمالها، من حلاوتها، من ريحتها، بطريقه مميزه جدا. الكل هيشكرك عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. شايفه بتكه واحده من المقص تك 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 هتعملي صينيه سجق فاخر من الاخر. خدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه ان شاء الله تستفيدي معايا، واي سؤال اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده هتجيبي صينيه زي ما انت شايفه بالشكل اللي انت فيه دون. هنجيب صينيه حلوه كده من غير ما نضيف فيها اي مواد دهنيه. ليه؟ لان السجق معانا هنا بينزل كل السوائل والدهون بتاعتنا. بيبقى السجق يا اختي بيبقى مليان نسبه دهون شويه. فانت هتجيبي الصينيه كده حلوه زي ما انت شايفه كده، وهتضيفي فيها السجق كده. السجق كده يعتبر ايه؟ يعني مش فاتت قوي، يعتبر متلج شويه. وهنزل بسجق كده. واهم حاجه في السجق اللي انا هعمله دلوقتي، عايزاه ياخد تشويحه او تحميره زي ما انت شايفه كده. هتقلبيه وتدحرجيه كده في الصينيه يمين وشمال لغايه لما ياخد لون تحمير حلو قوي. الخطوه دي مهمه جدا. وفي نفس الوقت هتلاقي كل البهارات والدهون بتاعت السجق هتنزل معاكي في خطوه التحمير دي. يعني ما انتيش هتضيفي زيت ولا اي حاجه خالص. اهو هتقلبيه يمين وشمال لغايه لما يتحمر معاكي، عشان الخطوه دي هتديله طعم وريحه حلوه جدا. بجد كان طعم في منتج جنان. شايفه لونه بقى حلو ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هتدحرجي كده في الطاسه من غير اي مواد دهنيه. انا بوريكي اهو نسبه الدهون اللي نزلت منه اهو. هتدحرجي كده بالمنظر اللي انت شايفاه دوت لغايه لما ينزل كل السوائل بتاعته وكل الدهون بتاعته، وهتلاقيه تشت معاكي ويتحمر كويس من كل ناحيه. هتزقيه كده بقى على جنب وتعالي نشوف الخطوه دي مهمه جدا. يعني انا ما سرعتش الجزء دون عشان تشوفي انا بعمل ايه. اهو نزل كل الدهون بتاعته اهو. معاه هنا في المعلقه دي معلقه توم. ايوه توم. هتحمريها او تشوحيها. احنا مش هنحمرها، يا دوب هتشم ريحتها كده في قلب الزيت اللي نزل من السجق لغايه لما تلاقيه شميتي ريحه التومه كده. ما تحمرهاش قوي. وبعد كده هنقوم مقلبين كله مع بعض. ايوه هنطعم بقى السجق كده مع التومه كده وتشوحيه مع التومه. الله الله بجد على الريحه. ولا اقول لك بقى شيلي السجق في طاسه تانيه ولا حاجه، لا زقيه كده في الصينيه في نفس الصينيه هي. وبعد كده تشوحيه مع التوم وحمريه مع التومه كده. هتلاقيه طعمه ايه بجد. انا كنت عايزه اخد واحده كده من حلاوته على رغيف واكلها. اهو سيبك انت من جزء المتلسوع دون او المحروق، ولا يهمك، ما يهمناش الحاجه دي خالص. وبعد كده اقوم زق ايه السجق كده في جنب. وهنزل هنا بطماطم مقطعه مكعبات وفلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل حامي. طبعا الكميه على حسب